كل الموضوع طلع معلقتين صلصه وكوبايه الا ربع زيت، وهتعملي وصفه حلوه قوي بنشتريها من الافران غاليه جدا. يلا بينا نسمي الله ونشوف عملنا ايه مع بعض. اول حاجه هجهز البولش، والبولش ده مهم جدا معايا. اول حاجه كوبايه ميه، البولش عباره عن كوبايه ميه، معلقتين خميره فوريه، معلقتين سكر، وكوبايه دقيق. بقلبهم حلو قوي، بغطيهم حوالي تلت ساعه. بعد التلت ساعه بيبقى البولش عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. حلو قوي البولش، بيخلي العجينه بتاعتي هشه وطريه يعني وقطنيه، ومفيش احلى من كده. هنزل عليهم بقى بمعلقتين كبار او 3 من الصلصه، وهنزل عليهم بكوبايه الا ربع من الزيت، وانا ضفت معلقه سمنه بتديها طعم حلو كده وغني، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، ورشه ملح. وباقي كيلو دقيق، كيلو دقيق ده كيلو دقيق كامل، اخدت منه كوبايه للبولش في الاول، وباقي الكيلو هعجن بيه دلوقتي. وجنبي كوبايه من الميه بنزل بيها بالتدريج لغايه لما العجينه بتاعتي تلم معايا بالشكل ده. بخدم بقى العجينه بتاعتي في العجن مش اقل من 5 دقايق على الرخامه بتاعتي لغايه لما العجينه تلم معايا وتبقى بالشكل ده. بحطها في البوله واغطيها بستريتش راب واسيبها تختمر عندي. بعد ما اختمرت عندي بتبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هبدا ان انا اخدها على الرخامه بتاعتي وابدا اقطعها قطع متساويه، بتبقى القطع في حجم الليمونه الكبيره شويه، ونبدا نشكلها مع بعض. ولو وصلتي لغايه هنا ما تنسيش تنزلي في الكومنتات صلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. انتوا تاخدوا الاجر وانا اخده معاكم ان شاء الله. ولو لسه ما عملتيش لايك للفيديو اعملي لايك وشير كتير علشان الكل يستفاد. وصفتنا النهارده حلوه قوي قوي، بنشتريها من الافران غاليه، وكمان يعني ساعات تشتريها مش تبقى طازه، مش تبقى كويسه، لا انت هتعمليها في البيت. مقادير سهله جدا ان شاء الله وبسيطه وناجحه معاكي باذن الله. اول حاجه بعد كده ما قطعت الكور بتاعتي، هبدا افرد بقى، باخد مثلا 5 كور 10 كور حسب بقى مساحه المساحه اللي قدامك تاخد قد ايه. وببدا افرد العجينه مره واحده، يعني كل الكور كده جنب بعض زي ما انا عامله كده في الفيديو، وبحشيها جبنه قديمه. هي بنشتريها من الافران بتبقى محشيه جبنه قديمه، حابه تحشيها بقى اي نوع جبنه تاني عندك او اي نوع انت بتحبيه مفيش اي مشكله. وببدا اقفلهم كلهم مره واحده بالشكل ده، فبتسرع عليا الشغل. يعني بخلص الكميه بتاعتي في 10 دقائق بالظبط، 10 دقائق بكون خلصت الكميه اللي عندي كلها. برصها في صينيه مدهونه زيت، بديها مسحه كده على الوش من اللبن الحليب ورشه من السمسم، واسيبها تريح معايا 10 دقائق لغايه لما اشغل الفرن بتاعي واسخنه كويس. الفرن عندي على درجه حراره 220. بدخل البوريك الفرن بيقعد معايا بالظبط حوالي 10 دقائق. اول ما بياخد لون من تحت بفتح عليه الشوايه ياخد لون خفيف من فوق، وبيطلع معايا بالشكل التحفه ده. ما شاء الله ما شاء الله، نتيجه مبهره، نتيجه حلوه قوي قوي، احلى من الافران كمان، هش جدا ومورق من جوه كده وطعمه في حته تانية. فعلا الحاجه اللي في البيت بتعمليها بتبقى حلوه قوي قوي، جربيها هيعجبك جدا جدا.